قد تكون هذه ملاحظة بسيطة للبعض لكنها مهمة، فدعونا نتحدث عنها. فهذا HTML input. إذا أردت أن أعرض التاريخ بحيث يظهر كتقويم فسأجعل التايب يساوي date. طيب إذا أردت أن أظهر فقط الوقت سأجعل التايب للإنبوت يساوي time. فالآن يمكن أن ندخل التايم، ساعة، دقيقة، ثانية. إذا أردت أن أجعل الإنبوت يساوي الديت والتايم معا فيمكن أن أستخدم شيء اسمه datetime dash local. وبالتالي الآن لاحظوا سيظهر لنا التاريخ هنا ويظهر لنا الوقت هنا. بعض المتصفحات أيضا تدعم شيء اسمه week وشيء اسمه month للأسبوع والشهر على التوالي. هذا المتصفح الذي أستخدمه الذي هو فايرفوكس ديف لا يدعم هذا، لكنه هو موجود. المهم أن نفكر أن الديت يعرض لنا التاريخ، التايم الوقت، أما الديت تايم داش لوكال يعرضها معا. فأتمنى أنكم استفدتم.